السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين يا حلوين، النهاردة هنعمل أم علي. معايا رقاق زي ما انتوا شايفين كده، رقاق ناشف. أنا بحمصه في السمنة الكمية اللي انت عايزاها على حسب ما انت عايز. معايا جوز هند، أي مكسرات عندك. معايا قشطة علب عادي، ومعايا اللبن متدوب في السكر، ومعايا الطاجن دهنة سمنة. يلا بينا نضيف بقى ايه الرقاق بتاعنا. طبعا ده عليه الطاجن بسمنة، والرقاق اصلا متحمص في سمنة. نحط شوية كمان. نجيب بقى جوز الهند بتاعنا او اي مكسرات عندنا، نقلب. نجيب اللبن بتاعنا، حاطين فيه السكر حسب ما انتوا. نضيف اللبن بتاعنا، نجيب لبن تاني. بعد ما حطيت لبن تاني، وطبعا دهنة الطاجن بسمنة او زبدة اللي مطلوب اللي موجود عندنا. هنحط القشطة بتاعتنا، قشطة علب بقى، قشطة انت شايلاها من اسمه ايه ده. نحط القشطة وارجع لكم كده. احنا حطينا القشطة بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها، ومسخنين طبعا الفرن. يلا بينا على الفرن. دخلنا الطاجن الفرن لغاية ما ياخد وش ونطلعه. وطلعنا طاجن ام علي من الفرن. بصوا الجمال، بصوا بسيط ما فيهوش اي حاجه. رقاق عندكم ناشف، شويه سمنه حمصوه، حبه لبن بسكر، وحته قشطه بس، ما تزودوش عن كده. خفيف وجميل، وينفع للعيد. بهنا على قلوبنا وقلوبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفه، وترنوا الجرس او تفعلوه، وتدوسوا لايك. سلام عليكم.